لحظه بالله تنجم تدخل الاذاعه مباشره. تفضل. اسمه خويا عماد صدقي، كاتب عام مساعد مكتب جابس المدينه. عماد صدقي كاتب عام مساعد نتاع سي بي ار في جابس، يحب يعطينا هو وجهه رايه في الموضوع. تفضل. مباشره الان في وجه السفن. السلام عليكم يا سيدي، ربي يعينكم. مرحبا بك. تحيه لكل العاملين باذاعه وزير السفام. شكرا. اول شيء حبيت نوضح معلومه، اللي الاجتماع المؤتمر المصغر هذا اللي قام اليوم في منتزه الامل ما يمثلش من اي ناحيه، فهمت لا، من اي واحد في المؤتمر من اجل الجمهوريه، وهذاك معناها فهمت لا كان احنا وقوفنا فهمت لا ضد الاجتماع هذا لا لشيء لانه خالف الشرعيه، فهمت ولا، باتصاله باطراف لا تمثل المؤتمر، فهمت ولا، وتجاهله فهمت لا، وعدم تنسيقه بالمكاتب الجهويه الشرعيه في الولايه. لمن توجهون يعني اصابع الاتهام بالتحديد؟ نوجه طابع الاتهام فهمت ولا لاطراف لدينا في المكتب السياسي تحاول ثم معناها تساهم في انشقاق الحزب، فهمتني ولا؟ ولذا فهمت ولا جينا بتسجيل موقفنا باننا لسنا نلتزم الحياد، فهمتني ولا؟ ولسنا طرف فهمت ولا في المعركه. شكرا لك. ومع ذلك سامحيني برضه باش نضيف معلومه واحده. واحنا حسينا بان السلم الاهلي فهمتني ولا تمس عندما فهمت ولا يلتجئون الاساليب القذره معناها الراجعه للنظام البائد، فهمت ولا في الانشقاق بين الاهالي جابس، فهمت ولا لا لشيء، فهمت ولا ناس هضمه اتصلوا بهم ناس فهمت ولا خرجوا على السي بي ار، انفصلوا على السي بي ار، التجؤوا لهم، ولذا كان وقوفنا احتجاجا على هذه الطريقه القذره. وسامحوني في الكلمه.